السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ضبط الطالب المسؤول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج. دعونا نتعرف على التفاصيل. تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من تحديد هوية الطالب المسؤول عن تصوير جزء من أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب المضبوط، وسيتم تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه. وكانت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام قد شهدت تداول صور قيل إنها تخص امتحان الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. وعلى الفور تحرك فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بالامتحان الأصلي الذي أداه الطلاب اليوم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.